كريم ابو حسين طبعا ما يختلفش عليه اتنين. كريم ابو حسين من اكبر الناس المعرضه حياتها المهنيه للخطر بسبب وقوفه بجانب الحق، بجانب نادي الزمالك، بجانب المستشار مرتضى منصور، وضد الظلم والفساد، ضد الكابتن محمود الخطيب، وضد النادي الاهلي النادي الظالم الفاسد. ما علينا، ده كلام قديم، كلام كلنا عارفينه. لكن الجديد والغريب والمفاجئ بالنسبه لي وهي قدرات جديده اكتشفناها في كريم ابو حسين. كريم ابو حسين قدر يخترق النادي الاهلي. ايوه، قدر يخترق مجلس اداره النادي الاهلي واجتماعاته، لدرجه انه عرف ان العمري فاروق والضماطي كانوا ضد انتقال صفقه امام عاشور للنادي الاهلي، كانوا معارضين الموضوع ده. طب ليه الهبده دي؟ يعني ليه اشمعنى تحديدا العمري فاروق في الهبده اللي اختارها او الهبده اللي هبدها كريم؟ ليه اشمعنى العمري فاروق؟ ببساطه يعني هي نية مش سالكه. هو العمري فاروق ده في يوم من الايام كان وزير الشباب والرياضه، فبالتالي طبيعي جدا ان ممكن يبقى عنده طموح انه في يوم من الايام يبقى رئيس مجلس اداره النادي الاهلي. عادي، وارد، مفيش مشكله. العمري فاروق كان في بدايه مجلس اداره كابتن محمود الخطيب كان دايما بيثار شائعات ان العمري فاروق والخطيب بينهم مشاكل، لان يعني للسبب اللي احنا لسه قايلينه، والسبب تاني ان كابتن الخطيب ما كانش مختار العمري فاروق ان هو يبقى الرئيس بتاعه، يعني ما كانش نازل في القايمه بتاع الكابتن محمود الخطيب. فبالتالي كان دايما يعني في الوقت ده كان بيثار كلام زي كده. فطبعا مين هيثير الفتنة مجددا، او مين نفسه يثير الفتنة مجددا يعني غير كريم؟ كريم دايما بيقول ان هو كان شغال في النادي الاهلي وعارف الناس دي بتفكر ازاي، وهو اختار ان هو يقف في صف نادي الزمالك لانه صف الحق، فهو بقى عايز يفضح الحاجات دي. هو شايف ان هو بكده بيهد استقرار او بيحط ذريعة في النادي الاهلي. ممكن كريم ما اكتفاش بالهبدة الظريفة دي، لا هو حب يحط سؤال هبدوي تاني، يعني او سؤال تاني، يعني ايه، يعلي في الهبد على على الهبدة اللي فاتت. فقال لك ايه؟ قال لك هو من امتى ومجلس إدارة النادي الاهلي او من امتى محمود الخطيب بعد ما بيشتري لعيب او بعد ما بيعمل صفقة بينزل بيان يقول فيه ان في اجماع من مجلس اداره النادي الاهلي على كده؟ عمره ما عملها. اشمعنى في امام عاشور؟ ليه؟ لان ديت صفقه ضد رغبه الجماهير، بس الخطيب عملها لانه ما بيحبش صالح سليم، لانه عايز صالح سليم يتشتم، ما عندوش في ده مشكله. اللي كان عنده في ده مشكله مين؟ العمري فاروق. فالعمري فاروق بقى المفروض ان هو ايه؟ يختار صف الجمهور او الجماهير، فيحصل فتنه بين الخطيب وبين ايه؟ العمري. ولكن هي الفكره ان النادي الاهلي، انا لما عملت سيرش ما لقيتش النادي الاهلي نزل لا بيان لا على الموقع بتاعه ولا على القناه بتاعته، ولا يعني ما فيش اي بيان رسمي. طيب دورت وسرشت اكتر، قلت يمكن انا ظالم كريم. الحقيقه انا بحب كريم، يعني كيمو من الشخصيات يعني الهبديه الجميله في حياتنا. فحبيت اسرش اكتر، فلقيت ان في خبر ممكن يكون على جريده الاهرام مثلا، بيقول يعني هو اجتهاد صحفي، بيقول ان الخطيب يعني مجلس اداره الاهلي اجمع، واول المجمعين كان مين؟ العمري فاروق. لجنه التخطيط والعمري فاروق اجمعوا على ايه؟ على الموافقه على صفقه انتقال امام عاشور. يعني لو افترضنا ان كريم اعتبر الخبر ده بيان، ماشي، هو يعني اجتهاد صحفي في سطرين كده، مش بيان، يعني مفيش مشكله. طب لو اعتبرنا ان ده بيان رسمي ومن النادي الاهلي، ماشي يا عم، برضه مفيش مشكله، كيمو حبيبنا مفيش مشكله. بس هي الفكره ان العمري فاروق في البيان الرسمي اللي من النادي الاهلي ده هو ما كانش ضد صفقه انتقال امام عاشور للاهلي، هو كان معاها. كريم بعد ما هبد الهبده الجميله دي وافترض ان في بيان رسمي من النادي الاهلي، هو يعني طلب غريب من النادي الاهلي، طلب ان احنا ليه ما نقلتش سياده المستشار. سياده المستشار لما كان بياخد قرار في مجلس الاداره كان بيطلع يقول مين كان معاه ومين كان ضده. يعني لما خد قرار الانسحاب من مباراه السوبر بسبب كهربا، قال الاثنين النواب اللي كان من ضمنهم سليمان وهدان اللي كانوا معترضين على قرار الانسحاب، وطلع واعلن ده، وطالب الكابتن الخطيب ان هو يعمل زي سياده المستشار، ويطلع يعلن ان العمري فاروق وضماطي كانوا ضد انتقال صفقه امام عاشور للاهلي. لان دي صراحه، والناس شغاله في النور والناس شغاله في الضلمه. والله يا كريم هي ملهاش علاقه بالضلمه والنور، والضلمه دي انتوا تعرفوها اكتر. ولكن هي الفكره يا كيمو ان المفروض طالما انت في مجلس محترم، مجلس اداره محترم، انتوا بتتفقوا وتختلفوا جوه الاوض المغلقه، مش بطلع اجدد اللعيب على الهوا. ما علينا. جوه الغرف المغلقه انا بتفق وبختلف وبنعترض وبنحتد على بعض حتى، يعني المهم اننا في الاخر وقت ما بنتخذ القرار بالاجماع او بالاغلبيه او ايا كان القرار اللي بيغلب اللي هناخد بيه، اللي كان معترض قبل اللي موافق بيطلع يأيد القرار.
ما اعرفش النظام ده يناسبكم يعني، ما اعتقدش، ولكن هو ده النظام اللي عندنا للاسف يا كيمو. فلو انت طالب ان انا نتعلم من سيادة المستشار، معلش معلش استحمل. اخيرا يا كيمو، خف تعريض حياتك المهنية للخطر شوية يا اخي، مش كده؟ حب الحق بس مش قوي كده يعني. اهدى على نفسك شوية يا جدع، اهدى شوية.